مساء الخير على حضراتكم. بصوا النهارده انا هدردش معاكم مجرد دردشه كده على انواع التشطيبات اللي انت بتستلم بيها الشقه بتاعتك. اول حاجه لو بتستلمها كورنشيل يعني طوب احمر، ايه اللي بتستلمه في الشقه؟ لما تيجي بتستلم الشقه عباره عن تقسيمات داخليه فقط. لو حبيت تستلم وتبقى بروفيشنال في الاستلام، بتشوف بس ممكن اتزان الحيطه، الميول بتاعها مظبوطه ولا لا، عشان لو بايظه كده انت هتتكلف فيها محاره كتير. وبتستلم معاه الموضوع دوت اللي هو بقى الأهم حاجة اللي أنت بتستلمها. بتستلم الشبابيك والبلكونات فقط. بتستلم وصلة المية اللي داخلة عند الحمام بتاعك. بتستلم وصلة الكهرباء اللي واقفة على أول باب الشقة أو عند العداد بتاعك أو لوحة المفاتيح بتاعتك. تمام، هو ده بس اللي أنت بتستلمه في الكورنشيل. النص تشطيب بيبقى استلاماته أكتر شوية. هو النص التشطيب بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن محارة وحلوق داخلية، وطبعا الشبابيك الخارجيه. تمام، وخراطيم كهرباء بشدادات. نوضح يعني ايه الكلام دوت. الحلو بيسلموك حاجه اسمها حلق زفر. حلق دوت بيبقى حلق املس. تمام، مفيش استلام ليك فيه ان انت بس تبص عليه تشوفه مشلع ولا لا، اللي هو معناه مكسر. تمام، تشوف المحاره كويسه ولا لا. دي اخرك ان انت هتستلم فيها، تحط كشاف عليها كده وتشوفها عامله ازاي. لو بايظه ارجوك ما تستلمهاش، لانك هتضطر تنزلها كلها. خلي بالك، المحاره السليمه الشقه كلها تشطيباتها بتطلع سليمه. المحاره بايظه لا يمكن تعرف تظبط اي حاجه. بيبوظ لك السيراميك، بيبوظ لك النقاشه. الجبسون برضو مهما عملت فيه برضو بتبقى في حاجه في الشقه الدنيا فيها شكلها مش كويس. فهو ده اللي انت بتستلمه في نص تشطيب الشبابيك الخارجيه والمحاره. تمسك الخراطيم بتاعه الكهرباء الشداد تشده وتشوف كده بيتشد فين، تشد التاني ويشوفه بيتشد فين. لو في واحد ما بيتشدش يبقى كده ده مكروب. هتضطر ان انت لو هو الشركه ما عدتهاش ليك، ان انت هتكسر المحاره عشان خاطر ترجع للخرطوم دوت فين عشان تعدله. تمام، لكن بقى لو بتستلم كامل التشطيب ده طبعا لو اريح لك بكتير. هتستلم كذا حاجه. تستلم السيراميك مطبل ولا لا، تستلم الكهرباء كلها شغاله ولا لا. خد معاك فيشه فيها حاجه بتنور، لمبه او حتى شاحن، اي حاجه اللي يكون موجود معاك في وقتها. وحط في كل باريزه، شوف كده البرايز كلها شغاله ولا لا. جرب الانارات كلها شغاله ولا لا. الميه شوف افتح كل الحنفيات، شوف الميه فيها شغاله ولا لا. لو قال لك لا اصل احنا دلوقتي الميه مش شغاله، قول لهم مش هستلم ميه. طب انا هستلم ميه ازاي؟ افرض ان انت مثلا عامل لي الوصلات ومش شغاله، لا ما تستلمش في وقتها. مفيش ميه في الكومباوند ما تستلمش. اقول لهم لما يبقى فيه ميه هستلم ميه، لكن مفيش ميه انا هستلم ميه ازاي؟ وتشوف بقى لو في تسريب ولا لا. التسريب ده احنا وضحنا فيه قبل كده في فيديو تاني. تشوف التسريب ده ازاي. تبص على الشقه اللي تحتيك لو مفتوحه، لو السقف فيها منشع في اي حاجه يبقى انت عندك فيه تسريب. ممكن برضو بيبقى في بعض الاجهزه كده تبقى موجوده عند سباكين. تمام، ممكن تستعين بيه يشوف لك في تسريب في الميه ولا لا. ادلق ميه في كل صرف، شوف الميه دي بتسلك ولا لا، بتمشي ولا لا ولا بتقف. شوف مستوى الدهانات عندك، في دهانات مبجبجه كده لبره ولا لا، في حاجات واقعه ولا مش واقعه. الابواب، شوف تسكيك الابواب، الباب بتاعك بيتقفل لغايه اخره ولا لا. افتحه وشوفه هيتفتح معاك ولا لا. فتح وقفل في كل حاجه مره واثنين وثلاثه وعشرة. اصل انت اللي انت هتعمله هتستلمه دلوقتي، يا اما هتعيش عليه، يا اما هتعيد التشطيبات من جديد كلها مره تاني. لان مثلا لو السباكه مسربه اللي تحتيك هيشتكي، هتقول لهم طيب انا مش بتاعتي، انا مستلم الشقه متشطبه. انت حضرتك مضيت على عقد استلام للتشطيبات، خلاص دي بتاعتك انت اللي بوظتها بعد ما استلمت الشقه. ايه تاني ممكن تستلمه في كامل التشطيب؟ احنا تقريبا قلنا معظم الحاجات. الجبسون بورد شوفوا مستقيم ولا لا، السنون بتاعته مكسره ولا لا، اللمبات بتاعه الجبسون بورد كلها منوره ولا لا. بس يعني هو ده كل معظم اللي انت بتستلمه في ان كان كورنشيل ان سيمي فينيشد او فولي فينيشد. ده معظم اللي انت بتستلمه. ربنا يوفقك، وما تنسوش تعملوا لنا فولو او سبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد في السوق العقاري.